السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد، يوم الثامن على ما اعتقد من رمضان. عرف راسكم من كثرة المشاكل والهم والغم ما بقيتي عارف حتى شحال اليوم في رمضان، واش 8 ولا 9؟ المهم جو بونس واقيلا 8. المهم الحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصيام. كما قلت لكم البارح كانت عندي جلسة في المحكمة، ماشي البارح يعني البارح قلت لكم باللي اليوم عندي جلسة في المحكمة، والمفروض أنني اليوم نمشي للمحكمة ونشوف القاضي شنو يقول لي، ولكن للأسف ما مشيتش الصراحة. علاش؟ أنا قلت لكم السبب في الفيديو اللي فات، هو أنني الصراحة كيأثر عليا داكشي ملي كندخل المحكمة وكنخرج من المحكمة، كنحس براسي بحال اللي قاتل اولا ذابح اولا سارق اولا داير شي مصيبه كبيره. ولكن انا اللي داير هو انني درت فيديو كنهضر فيه بحال هكا على واحد البنت في انستغرام، غير هو دابا ديك البنت ما بقاتش في المغرب، واخا بغي زعما نمشي نجيب التنازل ولا شي حاجه ما كنعرفها، ما كتعرفني، صافي تزوجت بديك السيد، مشاو لبلاصه واحده اخرى يسكنوا فيها، يعني خرجوا للمغرب. ما عرفش انا اش من دوله بالضبط، ما يعني واخا بغيت نتواصل، اصلا كنت تواصلت معها في انستغرام، هذا هي الوسيله الوحيده اللي كانت عندي نتواصل معها في انستغرام. المره الاولى طلبت منها السماحه، ما رجعتش عليا. المره الثانيه عاوتاني مشيت بغيت نطلب منها السماحه، بلوكاتني. دونك ما عندي حتى شي وسيله على داك الشيء. دابا انا ما كنمشيش للمحكمه، علاش؟ حيت عارف راسي الا مشيت للمحكمه غنمرض، وهي دابا انا والصراحه راه كنحس براسي ماشي هو هذا، كنحس براسي مرفوع. اما اذا مشيت المحكمه راه غنزيد نترفع. على داكشي من الافضل قلت انني نصبح ناعس، وما كاينه لا محكمه لا والو، صافي نحاول ننسى هذا الموضوع هذا. و100% غادي عيطوا لي عاوتاني مره واحده اخرى، جو بونس عاوتاني من هنا شهر ولا من هنا 15 يوم غادي يعيطوا لي. فعل اللي وقع المره اللي فاتت، جا عندي المقدم وقال لي هاك استدعاء، راه عندك جلسه في المحكمه نهار 12 وقيله ولا نهار 11، ما بقيتش عاقل بالضبط، حيت انا غير كنسى في هاد المشاكل هادو. اصلا ما خص الانسان ما خصوش يبقى يتفكر المشاكل الصراحه، علاش؟ حيت الا بقيتي تفكر راه مرض، وانا اصلا دابا كنحس براسي مريض، والله الله يدير شي تعود الخير وصافي. المهم الخوت اللي بغيت نقول لكم بانه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يعني ديكشي اللي مكتبنا هو اللي غادي يكون. مشيئة ديال الله سبحانه وتعالى هي فوق كل شيء. واخا زعما تقول انا ديما غادي نكون فرحان وديما ما نعرف شنو، غيجي واحد النهار يقدر يوقع لك العكس. علاش؟ حيت المشيئة ديال الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. يمكن هذا اختبار لي، يمكن ابتلاء، والله اعلم. المهم انا كنحس براسي ابتلاء، ماشي ابتلاء واحد وانما ابتلاءات بزاف، يعني ماشي غير هذا هو المشكل الوحيد اللي عندي. راه عندي اصلا كانوا عندي مشاكل من قبل، وجا هاد المشكل هذا المحكمه زاد الصراحه، زدت غرقتي. اصلا كنت غارق، فانا نقدر نقول لكم باللي كنت غارق برجل واحد، اما دابا وليت غارق بجوج رجلين. والله يدير شي تاويل الخير. واي واحد كيشوف هاد الفيديو هذا يدعي معايا، حيت شوف غيمون محتاج بزاف ديال الدعوات، وكنتمنى الله يستجيب للدعاء ديالي ويفرج همي وييسر لي امري ويصلح لي شاني وينور لي قلبي بالايمان. تخيلوا معايا حتى الايمان دابا ما نكذبش عليكم، راه حسيت براسي راه في هذا رمضان هذا الايمان ديالي ضعيف مقارنه مع رمضان اللي فات. رمضان اللي فات راه كنت دابا اليوم نهار 8 راه وصلت واقيلا ختمت القران كامل. هذا العام هذا راه ما قريت الا جوج احزاب. تخيلوا معايا رمضان اليوم 8 واقيلا ولا 9 في رمضان، يلاه قريت جوج احزاب من سوره البقره. المفروض انني يكون ختمت القران الكريم. المهم الله يسمح لي وصافي. والمشاكل والله ما نكذبش عليكم، راه حتى يوتيوب دابا والله ما نكذب عليكم راه كاع انا ما عنديش باش نصور فيديو، راه جالس كنهضر وكنبارطاجي هادشي هذا. واصلا المشاهدات ضعافين عاوتاني كيعاني اليوتيوب عاوتاني، راه مشكل ديالو بوحديته، راه تقدر دمرت لك كنتي بلاصتي، فهمتي؟ تكون كضرب 10000 مشاهده 20000 مشاهده، حنا نديرو غير 5000 مشاهده، فجاه تلقى راسك كضرب 8 المشاهدات 6 المشاهدات، يعني راه تقدر دمرت غير بوحديتك. ها يوتيوب راه كان الصراحه فهمتيني درت غلط بزاف عاوتاني في يوتيوب. يلاه كنت كننزل فيديوهات كانت الامور ماشيه زوينه، فجاه ما بقيتش كننزل فيديوهات، سبحان الله. المهم المشاكل ملي كيجيو صافي. في ايتسي عاوتاني قلنا غنبداو عاوتاني بروجي جديد، غنديرو الشوطه نبقى نبيعو فيها الديجيتال برودكت، ولكن للاسف عاوتاني ايتسي مقتوله في شهرين، شهر واحد وشهر جوج، ودابا راه قرب شهر ثلاثة والقضيه باقا ناشفه مره، ما كاين لا بيع لا والو. عييت من نزل في الديزاينات تقريبا الصيف كامل وانا عا نزلت في الصيفيه باقي عاقل، راه كنبقى 8 سوايع 9 سوايع وانا عا كنعدل في الديزاينات وكزوق وكنعدل وكنبارطاجي. الصراحه في ديك الوقيته واخا كان يعني شويه كتجيك ديك 1000 درهم في الشهر، ماشي بحال دابا راه مقتوله مره لواحد الدرجه ما تصورش. الشهر كامل دار واقيلا شي 300 درهم ولا ما عرف شحال 400 درهم، يعني ميزه القضيه.
ابار ايتسي عاوتاني راه قلت لكم عاوتاني في التداول خسرت الفلوس عاوتاني مره. المهم اللي دار الله هي اللي كاين فهمتيني. هاد البيتكوين عاوتاني زاد مرتني فهمتيني، كان في 120,000 دابا وصل ل 60 واقيلا ولا 68. البارح واقيلا وصلت 160,000، اليوم واقيلا 66. 66,000 كنقصد فهمت يعني. حتى المحفظه ديالي عاوتاني ديال الكريبتو دمرت واحد الدمار اللي شامل. كندخل كنشوف العملات كنلقاها ناقص 50%، ناقص 60%، وتقول شي عمله هي دايره زائد ولا شي حاجه، كاملين ناقص ناقص ناقص. والله يدير شي سواد الخير وصافي. المهم كسروا عليا المشاكل. حتى البنت اللي كنت معاها عاوتاني في 2024 حتى هي في 2025 تفارقنا. سبحان الله 2025 يعني من الصيف ديال 2025 لدابا كارثي في حياتي باش نكونوا واقعيين. البنت اللي معاها مشات الخدمه مبقينا شي خدامين. ايتسي عاوتاني كنت شريت عاوتاني كونت في امازون تا هو كانوا سدوه لي. بديت في ايتسي هي القضيه مقتوله. الكريبتو عاوتاني كانت الامور ميسره. توعد خسرنا كلشي تقريبا. وراني واحد وزادوني بهاد المحكمه وانا هذا وشحال المشاكل عندي راه مصيبه. راسي كثرت لما كتضحك، ولكن يلا الحمد لله والشكر لله. ما عمري كنت كنفكر زعما نوصل هاد المرحله هادي، ولكن يلا ماشي مشكل. ما الصراحه ما نكذبش عليكم، وعاد كاين عاوتاني مشاكل في الدار اللي ما نقدرش نبارطاجي معاكم. كاين شي حوايج عاوتاني ما كنقدرش ندير، ما عرفتش صاحبي ولي وصلت لواحد المرحله والله ما بلا ما نقول لكم فهمتيني. المهم سمحوا لي حيت جالس دابا كنشكي ليكم وانتي انا عرفتو ما عندكم مشاكل بزاف، ولكن انا المشاكل اللي كنقول انا ما عنديش شي. ما كايناش شي واحد كنحس دابا في الكره الارضيه ما كاينش شي واحد واقيلا عنده المشاكل قدي. كنحس براسي عندي مصيبه. المهم مره كنشوف راسي في كاميرا صار تغوفلت يلا ما بقاش عندي كانت والو. دابا باش نمشي للحل ما بقاش عندي كان. باش نكون واقعي معاك صافي ملي كيكسروا عليك المشاكل صافي كتدخل في واحد الحاله اللي كتولي الماكله كتبقى تاكل بزز. انت كتاكل وكتحس بالماكله بدون طعم فهمتيني. واخا داك شنو ما كليتي كتحس ما في الدار كيقايلوا يطيبوا يعدلوا ما نعرف شنو، ولكن ثانيا كناكل وكنحس براسي واه داغي كنشبع فهمتيني. ماشي بحال شحال هادي عرفت شنو كندير الماكله. حتى حسيت براسي ضعفت هاد الايامات هادي. راه كنت تبارك الله فحال الفيل. ابار رمضان دابا بلا ما نهضروا على رمضان هو اصلا كل رمضان كنضعف، ولكن انا قبل ما يجي رمضان راه ضعفت، راه مشكل. المهم الانسان اللي بغى يشوف باش تغلط راه ساهل، تكون مرتاح في بالك، بقى تنعس بزاف، بقى تاكل بزاف، عاد غلط. المهم بلا ما نطولوا في هذا الفيديو هذا، شكرا بزاف حيت شفتوا هذا الفيديو هذا. ديروا متابعه خصوصا في هاد لاشين هادي راه مقتوله مره يعني. باش نولي نطلع هاد لاشين هادي راه خصني مده اللي طويله. المهم ديروا اشتراك في هاد لاشين هادي وديروا لايك. اي واحد كيشوف هاد الفيديو يدير لايك وصافي. شكرا بزاف وتهلاو في راسكم. ودائما الصلاه خصوصا دابا حنا في رمضان. صوموا ما تهضروش في الناس، حيدوا عليكم ديك النميمه وحيدوا عليكم الهضره في بنادم وركزوا على حياتكم. المهم شكرا بزاف حتى شفتوا هذا الفيديو هذا. كما قلت لكم ديروا اشتراك وصافي. هذا ما كان. صلوا في راسكم.